سعداويكا سعداويكا جاي لك يا ويكا. ولد خش جوه. انا مش عارف اعمل ايه في الواد الشقي ده. كان في واد شقي 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 بقى كده يا عبدو. العالم مالها يا اخويا؟ انت اتجننت يا واد يا شلبي؟ انت بتكلم نفسك يا واد؟ عم مخلوف، عم مخلوف، ما تنطق، انا سامعك اهو. يا شيخ ربنا يخليك ويطول في عمرك اللي فتحت عيني. وانت فتحت صحيح يا واد. الواد عبده كل ماشي بطال يا عم مخلوف. ودي عاوزه ذكاوه قوي يا سي شلبي. مطوب الارض عارف الحكايه دي. ليك الشكر برضه يا عم مخلوف، انت اللي فتحت عيني وليك الشكر برضه. ونويت تبطل يا واد؟ يا سلام يا عم مخلوف، وهي دي تيجي برضه؟ ده انا مش نويت ابطل، بس انا نويت اسيب البلد دي واسافر على بلدك. تعمل خير يا واد، بلدك اولادك. توبه ان سبت بلدنا تاني يا عم مخلوف. خيوما عليا ان طلعت بره يا خبري. ونويت تسافر صحيح يا واد يا شلبي؟ بكره الصبح يا عم مخلوف. خير انت تفعل يا واد. بس انا عاوز منك جنيه يا عم مخلوف. حاكم الواد عبده ليه جنيه ومحكم رأيه ياخده مني. والله ما معايا ريحتهم يا شلبي. يا راجل ده احبس على جنيه معاك، خليني اخلص حق الواد عبده. بقى جنيه بحاله يا شلبي؟ انا بقالي سنه يا ابني ما شفتش شكله. والعمل يا عم مخلوف. ولا يهمك يا ولا. المهم تسيبك من السكه البطاله بتاعت الواد عبده. انت مش وش ذلك يا ولا. انا هوجع دماغي ليه؟ انا داخل انام جاتك الغم. ده هو دي المهم يا عم مخلوف. طب اديني جنيه يا حزنك يا شلبي. لكن اقول ايه وعيد ايه؟ ده انا احسن ما اتكلمش خالص. انا حق اجيب طين من الارض واحطه على دماغي، لكن نقول ايه؟ اسمه ونصيب. واللي مكتوب على الجبين لازم تشوفه العين. انت هتتكتب تسكت ولا حطه في بقك جاهز معانا شلل؟ انا يا عبده مش شغال معك، انا رايح بلد. تروح بلدكم تروح بلد الجيران مش شغلي. يلا المهم تجيب الجنيه. ماني هديك الجنيه يا عم. طب اصبر كمان كام يوم وانا اديهولك يا عم. انا صابر يا اخويا ان شاء الله بعد 100 سنه، بس يكون في معلومك لحد ما تجيب الجنيه عايزك تشوف اكل عيشك وتنظف المخبز. السلام عليكم يا معلم. اهلا يا شيخ عبد مقصود، انت فينك من زمان؟ صحيح الدنيا تلاقي. مسؤوليات بقى يا معلم قطب. الله يكون في عونك. وزي رتيب كويسه. الله، في ايه؟ مالك بتقولها كده من ورا سقف حالك؟ بيني وبينك يا معلم قطب، انا ما كنتش عاوز اقول لك، لكن اعمل ايه؟ مفيش فايده. ايه الحكايه؟ فهمني. البنت عاصيه يا معلم قطب. عاصيه ازاي؟ ما تفهمني. في الحقيقه انا غلبت، مانيش عارف اعمل معاها ايه. الصيغه في ايديها زي ما تكون دكان جواهر. التفاح الامريكاني اللي محدش لاقي منه واحده عندنا بدل الصندوق 10. الكازوزه الاسباتس ما بتنقطعش من البيت ابدا. العيش الابيض الفينو اللي زي الفل مال البيت. تصدق بالله يا معلم قطب لا ما إله إلا بتفضل الله. الصبح غير الشاي واللبن الحليب والعيش الفينو. انت هتقول لي ما انا عارف خيرك كتير يا شيخ عبد مقصود، انما ايه العباره؟ فهمني. انت قوم شوفها بنفسك يا معلم قطب، وانت صاحبي برضه وابو البنت، واللي تحكم بيه انا راضي بيه. استناني اما البس واخطف رجلي معاك اشوف ايه العباره. ده ايه الغم الازلي ده؟ والله العظيم كل ده من قر الناس. راجل ألفي مبسوط وربنا مسهل لك ومتجوز بنت الحلال، لازم يرقعوك عين. الحكايه مش حكايه عيني يا معلم قطب. يا راجل صلي على النبي، زي ما بقول لك انا كده. بقول لك تعالى معايا بس. كويس قوي الهتاف ده، انا هقوله على طول. هتاف ايه يا ابني؟ تقدم يا رمل، تقهقر يا جنبول. لا يا سعداوي، ده هتاف مش كويس. احنا نقول تقهقر يا جنبول، اتأخر يا روميل. الاتنين مستعمرين والاتنين أسوأ من بعض. والله يا توفيق يا فندم الواحد من غيظه بيقول اي حاجه. لا يا ابني يا سعداوي، نصيحتي الوحيدة ليك إذا كنت ناوي تشتغل في السياسة إنك ما تتغص. ما قلتليش يا توفيق يا فندم، احنا هنشتغل امتى؟ النهارده إيه؟ النهارده السبت. النهارده لا، وبكره لا، وبعد بكره
واسمع يا سعداوي، نعم، عاوزك تشوف عساكر انجليز معاهم سلاح. ليه بقى؟ عشان احنا محتاجين للسلاح ده. ايه ده؟ اقف يا راجل انت وهو. عيب اللي مش شغال انت وهو. لازم نقف قصادهم ونصدهم. اقف يا جدع انت وهو. الله، ارجع تعالى هنا. سعداوي سعداوي سعداوي، عاوزين عساكر انجليز معاها سلاح. نصيحتي الوحيدة ليك انك ما تتغص، ده اذا كنت ناوي تشتغل في السياسة. لكن المهم احنا عاوزين عساكر انجليز عندها سلاح، عشان احنا محتاجين للسلاح ده. احنا محتاجين للسلاح ده. يا فندم. العمل يا سداد. توفيق افندي مات صحيح، لكن في 100 توفيق في الجيزه. فين هم دول؟ فين هما؟ انا وانت واحمد وعبد المنعم والمغربي وعم مخلوف وعم قطب، الناس دي كلها. لا يا سعداوي لا، بعد توفيق افندي مفيش. لا اباني فيه وهتشوف. احنا هنشتغل بكره، لا بعد بكره. عايزين عساكر انجليز معاها سلاح، عشان احنا محتاجين السلاح ده. هنشتغل ازاي بس؟ انت وعبد المنعم تطلعوا عند الترماي، واحمد والمغربي يستنوا في دكان مخلوف. مش عايز عساكر افريكان ولا هنود، عايزين عساكر انجليز بس، ولازم ننتقم لتوفيق. عكش كده يا فندي، انت اللي ماشي؟ ايه يا اخويا الاشكال دي؟ غرجتك البلا. اني جت البال اني اللي بطلب منك جنيه وانا يعني طلبت جمل؟ وما فيش ناس طيبين في البلد دي يا اخواتي. قلتم على صداغي يعني، والله انتم على صداغي. ايه يا منيل على عينك انت؟ ايه ده؟ الله، مين؟ سعديه؟ بتكلم في نفسك يعني زي المجانين. تعرف يا واد يا شلبي، وربنا المعبود لا تتجنن وتمشي تاكل في هدومك. يا ريت اتجنن يا سعديه، على الاقل عشان انسى اللي عملته. يا ريت تاكل في هدومي يا سعديه. هو اكل الهدوم عيب؟ ده اكل الحرام هو اللي عيب يا سعديه. معكيش جنيه يا سعديه؟ يا خيابه، عاوز الجنيه يا منيل تعمل بيه ايه؟ اديه للواد عبده، حكي ماشي في الطريق البطال وانا كنت معلمش، وهو خير وبير ياخد الجنيه، وانا هرموله على الجزمه واشتري نفسي وانضف نفسي. يا شيخ تنيل جاتك نيله، انت لاقي تاكل انا انضف نفسي قال. امال يعني عاوزين اعمل ايه يا سعديه؟ الله، هو يعني عبده بيضرك يا ولا؟ ما تسترزق وتسكت. انت يعني اجدع من مين؟ انا اجدع من العالم دي كلتها يا سعديه. الله جرايه يا بيت، ما يغركيش المنظر. انا صحيح بان عليا ويسخ، لكن داني نضيف قوي يا بيت. والله ما في انضف مني في 14 مديريه. معكيش جنيه؟ يا شيخ تنيل كده. اسمع يا واد، غور من وشي، انا مش فاضيالك. طيب يا سعديه، انا هعرف اجيب الجنيه دي. اتفضل يا معلم قطب. يا ساتر، دستوركم يا اهل البيت. اتفضل يا معلم قطب، مفيش حد غريب. اتفضل يا معلم قطب. يا ساتر، اللهم صل على سيدنا النبي. دستور اللي هنا. اتفضل. الله، ايه ده؟ ده مفيش حاجه هنا. العفش راح فين؟ رتيبه. رتيبه. الله، رتيبه. 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 رتيبه هربت يا معلم قط. يا مين دي اللي هربت؟ انا ما عنديش بنات تهرب، انت اللي قتلتها يا ابن الهرمه. عليا النعمه انا شارب من دمك يا معلم قط. انا اللي قتلتها ازاي؟ هو ده معقول؟ طب والعفش تقول فيه ايه؟ انت بعته وانا مش عارفك. طول عمرك قليل الاصل ما تختشيش. عليا النعمه انا واكل زمارة رقبتك يا معلم قط. افهمني. مش عاوز افهم حاجه. طب انا هقول لك على حكايه. حكايه ايه اللي عاوز تقولها دي؟ الله، بنتك مالها بنتي؟ اتكلم انت. بنتك ها؟ بتحب يا معلم قط. بتقول ايه يا ابن الهرمه؟ انت بتجيب سيره بنتي واللي خلق الخلق اللي اتبعها. يا معلم قط اسمعني، ده انا خايف على شرفك وهقول لك على كل حاجه انت ما تعرفهاش. عاوز تقول ايه يا ابن اللعينه؟ عايز تقول ايه؟ اتكلم انت. رتيبه بنتك هربت مع الواد عبده المكواجي. ده مين اللي قالك الكلام الفارغ ده؟
انا يا معلم قطب بقول لك كلام مظبوط. انا كنت عارف كل حاجه من الاول وما رضيتش اتكلم. وانت عارف ايه يا شيخ قرد انت؟ عبده اتكلم. عبده كان بيحب رتيبه، ورتيبه كانت بتحب عبده، وانا سمعت كلام كتير يا معلم قطب بس ما رضيتش اتكلم. تعرف يا ابن الابلسه ده الكلام ده ما طلعش مظبوط. انا هشرب من دمك، هشرب من دمك. عارف يعني ايه هشرب من دمك؟ هقطع خبرك، هقطع خبرك. اسكت. أنا مش هغيب كتير، يا دوب أسبوعين 2 في جبل لبنان وراجعة تاني. سوسو، أنا عايزة أرجع ألاقي كل شيء مظبوط. 24 قيراط. اطمني يا مدام. أنا يا حبيبتي معتمدة على الله وعليكي، وعايزة كمان أقول كلمتين للبنات. الكلام اللي هتقوله سوسو ماشي على الجميع، هي هنا زي تمام. مفهوم؟ خلاص يا مدام اعتمدي علي. اتفضلوا انتوا. سوسو. نعم. تعالي أنا عايزاكي في كلمتين. أيوه. تعالي. نعم يا مدام. شوف يا ستي. أيوه. المفاتيح دي بتاعت مخزن بتاع الخمرة. أيوه. بس دي ما تستعمليهاش إلا لما يجي البوليس. لكن المفاتيح التانية دي تستعمليها على طول. وانت دلوقتي مش غريب، حلك على كل حاجة. احنا عندنا هنا مخزنين، مخزن للخمرة الخفيفة وده مقفول على طول، والمخزن التاني اللي بنصرف منه الخمرة. السر ده يا سوسو محدش يعرفه إلا اتنين، زوزو وانت. يا سلام، اطمني يا مدام. كمان أنا سايبالك في الخزنة 200 جنيه، القيراط تصرفي منه والباقي تديه لجودة. هشيله فين يا مدام؟ هو يشيله، هو عارف. طب اطمني يا مدام. عاوزاكي كمان يا حلوة تفتحي عينيكي كويس، انت دلوقتي صاحبة الأمر والنهي هنا، إذا حصل أي حاجة تصرفي بسرعة. أرفار بقى يا سوسو. يا سلام، أرفار يا مدام، أشوف وشك بخير. وانت بخير. فين عبده؟ انت عاوز عبده يا عمود؟ ايوه عاوزه. فين هو؟ طب عكش جنيه والنبي. مدغور من وشي. روح في 60 داهيه. ليه؟ ان على ابو الايام السوداء اللي وريتنا وشكوا. انا عارف بيجيبوكم منين. اني من بيبي مديريه بني سويف يا عمود. داهيه تاخدك وانت عامل الصرصار كده. طب عكش جنيه والنبي. قول من وشي لا اديك على نافوخك. داهيه. انت يا فندم اللي هناك. انت نعم. الواد عبده فين؟ عبده اظن في المخبأ يا معلم قطب. بيعمل ايه في المخبأ يا اخويا؟ تعين غفير اخر؟ اما اروح اشوفه ابن الهرمه. اياك يكون كلام الشيخ عم مقصود مظبوط. هو قد ماله يا اخواتي؟ العالم اتجننت كلها ولا ايه؟ زي ما يكون راكبهم عفاريت. بتقول ايه يا ابن العبيطه؟ ايه صح منك كده يا اباني؟ بتديني على قفايي. ده قفاك اللي جه في ايدي تضربني على قفاي وتتناوز عليا كمان يا اباني. طب روح يا شيخ، الهي تنشكي في دراعك. طيب حقك عليا. ما شفتش السعداوي؟ ما شفتش حد. طب ما تزعلش قوي كده، قلت لك حقك عليا. قول لي. اسمع يا جدع انت، انا مش عاوز لساني يخاطب لسان. ده سؤال ورد غطاء يا شلب. ما تزعلش، قول لي. الواد عبده خد الانجليزي عندك في المخبأ امبارح؟ ايوه خد. وقتلهم؟ ومين اللي قتلهم دي؟ دول قعدوا يسكروا ويهرقوا طول الليل مع النسوان. نسوان ايه يا ابن العبيطه؟ زي ما بقول لك كده، هو والبت سعديه كانوا جوه في المخبأ والانجليز معاهم. بتقول البت مين؟ البت سعديه. ما تقولش كده، اخرس. وبتضربني انا بيه دلوقتي. اوعى تجيب سيره سعديه على لسانك. ليه؟ يعني السفيره عزيزه ايوه كانت معاهم ليله امبارح في المخبأ، وان شاء الله تنزل عليك نقطه اذا ضربتني تاني يا ابان يا ابن حواء وادم. ربنا على القوي، ربنا يهدك. ها، وديت الفلوس يا جودة؟ وديتها يا ست هانم. اللي بتوديها فين؟ بوديها الحتة بتاعتها. طب ما انا عارفه انك بتوديها الحته بتاعتها، لكن هي فين الحته بتاعتها دي؟ مطرح ما تكون بقى. الله، مش عايز تقول يعني؟ ربنا بس اللي يعلم. جدع يا جودة، ده انا بس كنت بمتحنك. خد اشرب الكاس ده، خد. لا انا ما اشربش الزفت ده. الله الله، ايه الحكايه؟ التقوى حطت عليك ولا ايه؟ بطلت الويسكي يا جودة؟ لا بطلت السبرتو بس. طب ما هو ده ويسكي، تشربش ليه؟ ده مش ويسكي ولا حاجة، دي مية نار. لا يا ننصح، ده مش من الصنفية اللي انت عارفه، ده من المخزن التاني. بتقولي ايه؟ بقولك من المخزن التاني. انت عرفت المخزن التاني كمان؟ طب ما انا عارفه كل حاجه. سبحان الله. انت يعني بقيتي سمنة على عسل مع زوزو.
انتوا نسيتوا اللي فات؟ يو، ما هو اللي فات مات بقى يا جودة، وعلى رأي المثل العين ما تعلاش على الحاجب. طب هاتي. خد. يا سلام، ده ويسكي بصحيح. ايه، ما شربتش زيه قبل كده؟ بيني وبينك لا، بقالي 9 سنين في كباريه زوزو ما دقتش الصنف ده. لما كانت تحن علينا قوي كانت تجيب لنا ازازه طافيه تحرق القلب. الله، طب وانت عايزها تسقيك ويسكي ببلاش كمان؟ مش كفايه بتاخد مهيتك؟ ويا المهيه دي هتقضي ايه ولا ايه ولا ايه؟ لا، طب وذنبها ايه اذا كنت انت متلاف؟ واللي خلقك ابدا. انت فاهمه باخد قد ايه هنا؟ 100 جنيه في الشهر. 100 جنيه؟ آه. ليه؟ رئيس وزاره دول 8 جنيه عمي كل الحكايه. ايه انت بتاخد 8 جنيه؟ واللي خلقك ومتجوز وعندي 6 عيال. لا يا جودة، مش معقول. هو ايه ده اللي مش معقول؟ اكبر فتوة في شارع سليمان باشا ياخد 8 جنيه في الشهر؟ ده انت يا ابني لو اشتغلت في سيما ستراند تاخد اكتر. فعلا، انما تقولي ايه بقى للحظ؟ هي الحقيقة زوزو كويسة في كل شيء، ما عدا حكاية المرتبات دي. وانا بالذات ها. انا اللي حاميها وعظم دماغي اتكسر عشانها، وكتافي اتخلعت من جرايرها، وقفايا كله بزابيز من الضرب اللي كلته عشانها، ولا حدش يعرف سرها الا انا. والنبي فعلا يا جودة. انا اللي بشلها كل يوم عكمة الفلوس واوديها عند ابوها. ايه؟ انت بتودي الفلوس عند ابوها؟ يوه ما تغلطيناش بقى يا ست سوس، والنبي تقفلي السيره دي. اقول لك مانيش قاعد هنا. انت فين يا اباني؟ اسكت يا سعداوي يا اخويا، اسكت، انا عقلي هيوج. ليه؟ ايه اللي حصل؟ مصيبه كبيره. مصيبه ايه؟ ما تتكلم. عارف الاتنين الانجليز اللي خدناهم ووديناهم لعبده؟ ماله؟ خدهم المخبر. طب ما انا عارف انه خدهم المخبر. وعارف خدهم ليه؟ قتلهم. لا يا اخويا، ما قتلهمش ولا حاجه. امال ايه يعني؟ سابهم؟ ايوه سابهم. معلش، ساب بعضه في داهيه. انت زعلان ليه يعني؟ زعلان عشان عبده سابهم بعد ما عماهم من الخمره. قصدك تقول ان عبده شرب معاهم خمره في المخبأ؟ يا ريت خمره وبس، دي خمره وستات وشيء يغم خالص. مين قالك الكلام ده؟ الواد شلبي. يا شيخ ده شلبي ده عبيط. ما هو عشان عبيط ما بيكذبش. طب افرض حتى انه صحيح، خلاص انتهينا. انتهينا ازاي؟ الله، امال يعني عايز نعمل ايه؟ هنفتح محضر؟ خلاص اللي حصل حصل. هو احنا يعني هنودي انجليز تاني لعبده؟ ثم ما انت عارف عبده يا اخي طول عمره ما هو بالشكل ده، مش حاجه جديده عليه يعني. ايوه، لكن انت عرفت مين الستات اللي كانوا معاه؟ هيكونوا مين يعني؟ سعديه. بتقول مين؟ بقول لك سعديه. مش معقول. زي ما بقول لك كده. يلا يا عبده، لازم اقتلك. تعال هنا يا اباني. لازم اقتلك. اباني تعال يا مجنون، تعال يا انت. ايه ده؟ ايه يا اباني؟ مين اللي عايز تقتله ده؟ الواد عبده، والله ما انا عبده. هو عبده القضيه بتاعتنا؟ احنا قدامنا عمل اهم من كده. عبده ده زباله يا اخي، ممكن نكنسه في اي لحظه. انت ايه اللي جرالك يا سعداوي؟ انت مش عارف يا اخي ان السعديه كانت مراتي؟ عارف كل حاجه، لكن سعديه وعبده مش هما المشكله. المشكله الحقيقيه يا اباني هي الحرب والانجليز. عبده وسعديه دول مظهر من مظاهر المشكله. انا والله مستغرب لك يا اخي. انت من النهارده اخويا افندي ما مات وانت العقل حط عليك مره واحده. اللي انت بتسميه عقل ده هو المسؤوليه. انا حاسس يا اباني ان انا عجزت 1000 سنه. انا ما عدتش السعداوي بتاع زمان. الواد شقي اللي انت عارفه ما بقاش ولد. يعني عايز نعمل ايه؟ اسيب سعديه كده على حل شعرها؟ لا طبعا احنا مش هنسيبها ولا حاجه، لكن لابد من معالجه الامور بحكمه. سعديه مش مسؤوله، المسؤول هو الواد عبده، وعبده ده ممكن نصفي حسابنا معاه في اي لحظه. دلوقتي انا عايزك تسمع اللي هقوله. ايه؟ انا هروح كباريه زوزو قبل محاسن. النهارده عندنا صيد سمين قوي، ضابط انجليزي برتبه كابتن، موته هيعمل هزه في مصر. ليه بقى؟ ما بيموت كل يوم 300 انجليزي يا اخي ده مش ضابط عادي، ده ضابط المخابرات بتاع منطقه الهرم. طب وعايز نعمل ايه؟ شوف عمك مخلوف، اتفق معاه دكانته لازم تكون فاضيه خالص ومستعده من الساعه 7، وانت من 6:30 تستناني عند قهوه مرعي. لما تلاقيني جاي مع ضابط الانجليزي تسبقني تروح جري على دكان مخلوف. اذا شفت اي حاجه كده ولا كده ترجع تبلغني وانا في نص سكه عشان نبقى نعرف نتصرف بسرعه. طيب حاضر. ودلوقتي اتفضل انت بقى على عمك مخلوف. حكايه عبده وسعديه دي عايزك تنساها تمام. ايه يا محاسن؟ كل شيء ماشي مظبوط؟ كل شيء عال العال. الواد الكابتن جاي الساعه 6 هنا. طب عال، انا كمان جهزت كل حاجه. طب والجثه هتعملوا فيها ايه؟ الحقيقه الحكايه دي محيراني. احنا كنا بنرمي الجثث اللي قبل كده ورا نفق الهرم، لكن انا مش عايز صاحبنا ده يبان له اي جره. طب وهتعمل ايه؟ انا بفكر في حاجه غريبه قوي. ايه هي يا سعداوي؟ عايز اتفق مع الشيخ عبد المقصود يحضر لنا خشبه ويعمل جنازه ونطلع بيها من دكان مخلوف وندفنه في قرفه النخال. طب وتصريح الدفن؟ مش مهم، انا ليا واد صاحبي في مكتب الصحه ممكن يطلع لنا تصريح. طب دي تبقى كويسه قوي والنبي يا سعداوي.
طب انا هقعد بره بقى استنى الظابط لما يجي. طب بس خد بالك من الواد جودة، احسن عيني اليومين دول كده زايغه في وسط راسه. هو عامل معاكي ايه؟ شويه شويه هيبقى عال، ما تخافش. امبارح كان قاعد يشتم ويسب في زوزو. طب شد حيلك يا محاسن، انا مستني هنا على البار. مخلوف عم مخلوف، عاوز ايه؟ عايزين كل شيء يكون جاهز الساعة 7. الدكانة متلقحة تحت أمركم. أحمد والمغربي وغزالي هيستنوا في الدكان من الساعة 6. الله، طب ما هي الساعة بقت 6 يا. ما هم زمانهم جايين عم مخلوف. يجوا بالسلامة، بس اعمل حسابك أنت وهو. الدم اللي هترطش على الحيطان تمسحوه انتوا. مش تسيبوني لوحدي ادوخ فيه زي ليلة امبارح. يعني ما انتش عايز تعمل حاجة أبدا عم مخلوف؟ شوف يا أخويا الواد ده كله ما بعملش حاجة، جاتك الغم. فين الواد عبده يا قباني؟ ما شفتوش النبي عم قطب؟ ازيك يا قطب؟ انت يا اخويا مالك داخل علينا كده زي البهيم ما بتسلمش؟ عدم المؤاخذة يا عم مخلوف، الواحد عقله مبقاش في راسه. ليه؟ ايه اللي حاصل؟ ولا حاجة، بس أنا بدور على الواد عبده. هو كان طول النهار متلقح هنا. وراح فين ما تعرفش؟ هو طول النهار عامل لي زي فرقع لوز، جاته الغم راخر. والله طيب يا عبده، اللهم طولك يا روح. أنا أقعد هنا، اطلب لنا فنجان قهوة. ما تتحرك يا قباني. ما هو ما فيش قهوة فاتحة دلوقتي يا معلم قطب. ليه قفلوا القهاوي كلها؟ ما فيش غير قهوة مرع على الطرمال. تعال نقعد هناك تشرب قهوة. أنا مش منقول من هنا، أنا هقعد أستنى الواد عبده. طب ما هو الواد عبده اليومين دول بيقعد على قهوة مرع. تعال معايا يمكن تلاقيه قاعد هناك. شفته امتى بقعد هناك؟ ايوه شفته طول الليل امبارح كان متلقح هناك. طب يلا بينا، واللي خلق الخلق منعته. عم عبد اصبر عليا يومين كمان اجيب لك الجنيه. اديني صابر يا اخويا اهو، قلت لك 100 مره خليك على كيفك، اما تجيب الجنيه يبقى تعالى. ماني كنت هجيب لك الجنيه من عم غض، لكن هو كان بيدور عليه. دور عليا ليه؟ لازم كان عايز سيجاره كليبر. لا ده كان زعلان قوي. زعلان ليه؟ لازم على الواد الافريقي فوندا اللي سافر. لا ده كان زعلان منك يا عم عبد. زعلان مني انا؟ ليه؟ ايوه منك انت، عشان انت كنت قاعد مع البنت سعديه ومعاكوا الانجليز في المخبأ. ومين اللي قال له يا ناصر؟ انا اللي قلت له. ماني قلت لعم قض وقلت لعم مخلوف ولكل الناس. ماني فضحتك يا عبد. لو انت تجرجرني معاك في الطينه وعاوزني اسكت. انت بتتكلم جد يا شلبي؟ اي والله. والواد عباني رخر قلت له، وكان بيدور عليك النهارده ومعاه كازلك. شوف ابن العبيطه، انت قد مجنون تقول حاجات زي دي يا قد. ما اقولش ليه؟ وانت كمان مش حرام عليك تجرجرني في الطين هناك يا عبدو؟ انا جرجرتك في الطين يا ابن العبيطه؟ هو فيه طين اكتر من اللي انت عايش فيه؟ الله. ده انت القشف لسه شبر على رجليك لحد دلوقتي. ده انت الطين اللي على دماغك يسبخوا بيه. فخس عليك وعلى الرباط. ما تتفش على خلقه ربنا. ما دي خلقه ربنا دي، امال خلقه العفاريت تبقى شكلها ايه؟ والله يا ابن العبيطه لا دابحك. والله انت كداب يا عبد، ولا تقدر تذبح فرخ. نمرات يا شلبي، ما هو الحق مش عليك، الحق عليا انا اللي اديك فلوس تاكل فول وسلطه الطحينه وتشرب سجاير. انت يعني كنت بتديني من جيبك؟ ما كله من الانجليز. عرفت الانجليز انت رخر يا اقرع. احفظ ادبك يا عبد وتم احسن. انت بتفتح فيا يا ابن العبيطه، والله لا ضربك عاد. يعني مش قاعد على قهوة؟ اقعد بس دلوقتي يجي. اللهم طولك يا روح. اديني قعدت، هات لنا فنجانين قهوة. حاضر. 2 قهوة مظبوط وصلحهم عندك. لكن انت عايز عبده قوي كده ليه؟